نتعرف عليك. أنا اسمي حاتم عبد القادر، ساكن في اليابس القربة، مدرستي تيتشر انترناشونال سكول. شادن عاشور، ساكنة في مصطفى نحاس، طبعا جريد 11 في رواية كولج. اسمي علي محمد، مع مستر أيمن من جريد 10. أنا من مصر الجديدة من مدرسة آيس كينج انترناشونال سكول في كندا. اسمي سما عصام، جريد 12 وأنا ساكنة في رابط. نور أيمن، في مدرسة الرواد، ساكنة في الرحاب في جريد 11. نيلة أحمد، داخلة جريد 12، عايشة في الغردقة، هرجادة ايجيبت يعني. أحمد عاصم من جريد 12 مدرسة صلاح الدين، ساكن في التجمع الخامس. بولس، ساكنة في الرحاب ومدرستي جينيس وأنا جريد 11. أنت بتاخد مع مستر أيمن بقالي سنة من جريد 10 أو من أنا في جريد 10. من جريد 10 بقالي سنة تقريبا. بقالي سنة ونص. في سنتين. من أول إيه رأيك في الكورس مع مستر أيمن تدرس؟ ممتع قصير. حلو واستفدت منه كتير بصراحة، فادني كتير يعني. أول تيتشر بدأت معاه يعني واستمروا معايا تمام، وصلت السكول تمام الحمد لله. أول ما دخلت ما كنتش عارفة حاجات كتير عن السنة وهو عارفة كتير. هو المستر الصراحة بيديك تيبس وتريكس مفيدة جدا، تساعدك إن أنت تحل الامتحان بطريقة سريعة. بستفيد منه حاجات كتير. حلو جدا وبستفاد منه جدا ومش ممل يعني. it's very enjoyable. إيه أكتر حاجة استفدتها في الكورس؟ تكنيكس والوقت. جبت سكور حلو، أنا لسه في جريد 10. ازاي نفكر في الاسئله وازاي شكل الامتحان، بس احنا في جريد 10 ازاي هناخد معاه من الاول ما نتخطش من شكل الامتحان. هو ساعدني كتير قوي عشان أجيب السكور اللي أنا عايزاه بخش فيه أسنان إن شاء الله. بيهتم بالواجب قوي، فلما بعد ما بيشرح هو بيحل معانا الواجب. المستر بيديك مواقف كتيرة وبيهيئك إن أنت تدخل الامتحان. كورس الشرح اللي في الأول يعني ده كان أكبر تأسيس يعني. هو عارف كل حاجة بالتفصيل بيلي ايه. أخبار الواجبات الكتير اللي بنسمع عنها في الكورس مع مستر أيمن؟ براكتس كتير بخليني أجيب سكور. هي بتبقى كتير بس أنا بستمتع يعني. حلو وكويس عشان تعلمت ازاي تفكر. هو بيدي واجبات كتير شويه، مش هي دايما بتبقى لود قوي عليا، بس يعني حتى الواجبات كتير دي بتفيدني. حلوة علشان بستفاد منه كتير. كتير جدا ومرهقه بس مفيده. حاجة كويسة بيدربنا على الامتحان يعني إن أنا أحل كتير عشان ما أبقاش متوتر في الامتحان. بيدربني على الحل وبيدربني ازاي يعني لما ادخل الامتحان ما اسقطش في حاجة يعني. سكور زي مع مستر ايمن؟ أنا أول سكور جبته كان 550. 580 بقيت 690. انا اول ما بدات مع مستر ايمن كنت في الاول ما اعرفش 510 كده لغايه ما وصلت 750. أنا دخلت ساعة مرة واحدة بس حليت كويس. زاد بتاع 100 درجه. زاد أول مرة 80 درجة، بعديها 90 درجة. رحت اونلاين مع مستر ايمن، مريح في نفس الوقت، كأنك في السنتر بالظبط. حلو قوي. الصوره بتاعته ما بتقطعش كتير، بفهم منه كأن انا في حصه. هو بيحاول يخلي كورس الأونلاين ماشي بنفس نظام الحصة يعني. تحب تقول ايه لحد جديد بيفكر ياخد مع مستر ايمن درس؟ النصيحة هيجي يا إما استاذ جامد. انصحه ان هو ياخد معاه عشان هو تيتشر كويس، من احسن التيتشرز هنا بجد في مصر. لو حد فعلا عايز يجيب سكور ويشتغل بجد يبقى مع مستر ايمن. أنصح إن هو يدخل علشان مستر أيمن فادني كتير وعمل حاجات كتير في السنة. النصيحة هيجي يا إما استاذ جامد. هو المدرس الصراحه كويس جدا. أكبر نصيحة ممكن أعملها له إن هو ما يفوتش كورس الشرح اللي هو في الأول ده. هو مش بس يعني هتاخده ماث، يعني هو بيديك ماث من غير ملل يعني. انت لو ما بتحبيش الماث يعني انت هتحبيه معاه. it's very nice. لو قدرت تقول رسالة دلوقتي لمستر أيمن تقول له إيه؟ إن شاء الله أنا ناوي آخد معاه كورس في جريد 11 عشان خاطر أنا شايفة إن هو أحسن تيتشر مثلا أخدت معاه يعني. بحبك يا مستر. أشكره جدا على مجهوده معانا وتعبه معانا، وإن هو ساعدني أوصل اللي أنا كنت عايزة أحققه فعلا. شكرا على كل المجهود اللي عمل معايا وإن هو فادني كتير. شكرا، أنا استفدت منك. ثانك يو جدا وحضرتك افدتني كتير.